66 سنة طلبتها من الأخوان تشرح لك حالة السد في موقف معين. يعني بالفعل أنت ممكن تتوقع وممكن ترشح السد وممكن إنما اللقطة هذه لو جتنا حتترجم لنا ممكن أشياء خلف الكواليس. يعني لاحظناها هي ثواني إنما فيها كلام كثير جدا جدا. هذا الفاول نبغى نشوف مدرب نادي السد إيش سوى على الفاول ده. الآن شوف ركزوا يا أخوان، ترى ثواني اللقطة. طالع قفزة حمودة يبغى يوجه فاول في مكان خطر. عموته يبغى يوجه، يبغى يتكلم، الإداري نده، سيب المهمة الفنية داخل الملعب ونزل. نبغى نشوف ردة فعله بعد الفاول ايش سوى. اعطونا اللقطة كاملة يا اخوان، خلونا نشوف عشان نوريكم انه يعني دحين كله ما حد شاف الفاول الآن. شوف الآن ردة الفعل، شوف بعد الفاول، شوف بعد التنفيذ. معلش يلتمسون لي العذر الاخوان لو ازعجتهم هذه اللقطه، انما لي هدف من وراء عرضها ان شاء الله. ان شاء الله. شوف الفاول الان ابو جاسم حيتنفذ. الاخوان للان في المجادلات والكلام والاخذ والعطاء، الان نفذت ضربه الفاول. شوف الان رده الفعل. ردة فعل الجهاز. طيب ما انت كنت مسوي قفز حواجز وطلعت 1.40 سنتي وبعد كذا رجعت. انت كنت رايح للفاول، تبى توجه توجيه معين. لو كملت مهمتك حتى لو زهمك الاداري يقول دقيقة واحدة انا عندي شغلة اهم من انك تقول لي تعال ممكن ابو جاسم تفضل. هو تفضل حمود. احنا بقول لك شنو يا ايش يعني لو الكابتن عموته بروح ايش بيقول حق لاعبينه؟ يمكن عموته ابو حسام